مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجنا في الصميم. في الصميم لغه الثوره المصريه، لغه الصدق والحريه، وباب مفتوح لكل الاراء والتيارات السياسيه. مشاهدينا الكرام، بجدد التحيه لحضراتكم. اسمحوا لي قبل ما نبدا لقاءنا ان انا عايزه اقول لحضراتكم ان احنا على مدار الاسبوع او يعني طول الاسبوع اللي فات واحنا بنسمع وبنشوف حاجات على وسائل اعلامنا اكتر من مره. كنا هنا في برنامجنا في الصميم وقلت لحضراتكم ان المفروض ان احنا اللي نكون متحكمين فيما يتم تقديمه على شاشاتنا، المواطن المصري او المشاهد. بس واضح ان احنا مصرين ان احنا يبقى اعلامنا بهذا الشكل، اعلامنا يبقى هو كل دوره ان احنا قاعدين ده بيشتم في ده وتبادل الفضائح وتبادل الاتهامات، ونسينا ان احنا شعب بطبيعتنا المفروض ان احنا عندنا اخلاق، وان احنا مهتمين جدا ان احنا نربي اولادنا على الاخلاق. وفي الجو ده واللي بيشوفوا اولادنا ومحاولات التشويه، وما بقاش حاجه اسمها عيب وما بقاش حاجه اسمها ما يصحش ان احنا ما نعملهاش، كل حاجه بقت متاحه وكل حاجه بقت موجوده، مع اننا احنا في الاصل ما احناش كده. يعني احنا ما بنملش لمساله الفضائح ومساله التشويه وتشويه السمع واستخدام الالفاظ الغير مطلوبه منها، مش عايزه اسميها يعني، بس المفروض انها اللي ما بتمشيش مع اخلاقنا. الحقيقه زعلت جدا لما شفت الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيزور مدرسه مع طلبه صغيرين في اليابان، وصعب عليا قوي ولادنا في مدارسنا، على الرغم ان المدارس عاديه جدا، على الرغم ان ما فيهاش يعني حاجه، بس الطلبه اللي موجودين فيها بيتلقوا العلم بشكل محترم، بيتعلموا يعني ايه اخلاق. للاسف احنا اولادنا مظلومين في مدارسهم ومظلومين في بيوتنا، مظلومين ان احنا مش عارفين نخرجهم صح ولا نعلمهم يعني ايه اخلاق ولا يعني ايه احترام ولا يعني ايه محدش يسيء لحد، وان في جهات مختصه للتحقيق. ده احنا نسينا ان في نيابه وفي اقسام شرطه. ده بقت شاشاتنا كلها ليه بنحقق مع بعض وبنتهم بعض واتهامات. احنا مفيش حاجه بترجع لاصلها ومفيش حاجه بقت محدده دلوقتي نقدر نقول ده غلط وده صح. الحقيقه تاهت مننا حاجات كتير، بس في النهايه اللي صعبان عليا بجد هم اولادنا الصغيرين اللي شايفين وسامعين ده بودانهم، ومش عارفه الجيل ده هيخرج ويفكر ازاي ولا يتعامل ازاي مع المستقبل وهيبقى ايه طبيعه المجتمع كمان 10 سنين. مهم قوي ان احنا نعرف ان احنا بنربي ولادنا، ومهم ان احنا نحاول ان احنا ننقذ ما يمكن انقاذه في مساله ان احنا نحافظ على اخلاقنا ونحافظ على طباعنا ونحافظ على يعني ما تبقى من اخلاقنا. مفيش حد معصوم من الخطأ ومفيش حد ما بيغلطش، وكفايانا محاسبه وتشهير، وكفايانا ان ده اللي يكون موجود على وسائل اعلامنا. شوفوا اطفالنا وشوفوا اطفال الدول اللي بره، وشوفوا ازاي الناس بتتعامل وبتربي، وشوفوا احنا هنا بنربي ولادنا ازاي. على فكره كلنا هنتحاسب قدام ربنا على اللي احنا بنعمله في مصر. لو في ناس عايزه تدمر مصر، اعتقد ان احنا مش بنساعدها، ده احنا بقينا اداه التدمير، احنا اللي بندمر نفسنا باللي بنعمله. بعد الفاصل انتظروني وضيفي الكريم اللي منورني في الاستوديو الاستاذ الدكتور عاصم الدسوقي، استاذ التاريخ المعاصر بجامعه حلوان، وهنتكلم هو احنا فعلا بنتعمد ان احنا نشوه تاريخنا؟ هو احنا بنوصل تاريخنا لاولادنا صح؟ ايه المشابه ما بين دلوقتي وما بين مراحل التاريخ المختلفه؟ ازاي مصر كانت بتخرج من ازماتها؟ ايه الدروس المستفاده من كل مرحلة تاريخية كانت موجودة؟ كل واحد يعني ليه اللي ليه وعليه ما عليه، وعلينا أن نتلافى أخطاء الماضي. فاصل ونعود لحضراتكم.
مشاهدينا الكرام، بجدد التحيه مره ثانيه لحضراتكم، واسمحوا لي ارحب بضيفي اللي منورني ومشرفني في استوديو في الصميم، الاستاذ الدكتور عاصم الدسوقي، استاذ التاريخ المعاصر بجامعه حلوان. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا. نورني ومشرفني، ويعني دايما بعرف من حضرتك معلومات كتير بنبقى مش عارفين ولا واخدين بالنا منها انها حصلت. اسمح لي بقى في البدايه، اكيد حضرتك متابع الاوضاع اللي احنا فيها واللي بتمر بيها مصر، بس خلينا لو عايزين نقول عنوان، لو حابين نؤرخ لهذه المرحله، الاول هنسميها ايه؟ وهي أشبه بأي مرحلة من تاريخنا اللي عدى؟ لا ولا ما حصلتش قبل كده؟ ايوه، يعني هي حالة من حالات الثورة الدائمة المستمرة، يعني تشبه ثورة 19 إلى حد ما في فترتها. يعني وقائع ثورة 19 بتبدأ يوم 9 مارس وتفضل كده تتقلب بين عدة مواقف إلى أن يتم إعلان تصريح فبراير سنة 22 28 فبراير 22 اللي هو بيقول ليه مصر أصبحت مملكة مستقلة لآخره. التصريح المشهور بتاع بريطانيا مع مسائل معلقة للتفاوض بشأنها، يعني اللي هو معناه كان مش بيدي الاستقلال المعنى الحقيقي، معناها أن مصر لا تزال تحت الحماية البريطانية حتى يتم تصفية المسائل الأربعة ديت الموجودة. تمام. فهي حالة من الثورة دائمة، لأن لما نتكلم عن ثورة وفقط معناه الثورة تقوم بقلب الحكم القائم ويجلس الثوار في مقاعد الحكم. تمام. ويبدأوا يستلموا السلطة زي ثورة 23 مثلا، يبدأوا بقى إيه، يشرعوا القوانين ويتخذوا الإجراءات التي تتفق مع الأهداف تمام التي قاموا من أجلها. في الحالة ديت يتحول الانقلاب اللي هو قلب السلطة الموجودة إلى الثورة وخلاص، ويبقى يبدأ نظام حكم الثورة. تمام. ما يبقاش ثورة لسه إيه قائمة كل يوم مظاهرة، كل يوم إضراب وتجمع هنا وتجمع هناك. فدي حالة اللي عندنا اللي هي من سنة 11 لحد دلوقتي، من يناير 11 يعني 2011 25 يناير 2011 لحد النهارده، غير مسبوقة في لأن فيها تعدد حتى في الحكام. صحيح. لكن النظام زي ما هو. وبالتالي شعار الثورة اللي كان بيتقال في الأول، الحرية والكرامة والعدالة والمسائل دي كلها، لا وجود له. وده اللي هو الفكر السياسي متفق عليه. الفكر السياسي معناها إيه؟ يعني بيقول إيه؟ الثورة اللي هي بتغير الأوضاع، لأن كلمة الثورة في اللغة الإنجليزية ريفوليوشن دي الأصل اللاتيني للكلمة من ريفولت، جدر. يعني معناه بيشيل الجدر ويزرع جديد. تمام. لكن لما الجدر موجود وتقوم بعملية قصقصة يبقى ده اسمه إصلاح. تمام. إصلاح في الشكل. علشان كده البعض بيقول إنها مش ثورة، قد تكون انتفاضة. يعني كده انتفاضة هبة. ومع ذلك احنا في كتب التاريخ بنقول مثلا ثورة 19 حقيقي، بنقول الثورة العربية، مع انها برضه ما اقتلعتش الامور من جذورها، باعتقال الثوار وتجريدهم من رتبهم العسكريه ونفيهم الى خارج البلاد. حتى الثوره القاهره اللي قامت ضد الحمله الفرنسيه بنقول عليها برضه ثوره بالمعنى ده، اللي هو معنى ايه؟ الانتفاضه. تمام. ان في نوع من الحماس، في نوع من الكراهيه، نوع من عدم قبول الوضع الموجود. فالحاله هنا فيها حالة نفسية، على طريقة ان ممكن واحد يدخل على رئيسه في العمل مثلا وهو كده ايه متوتر، فرئيسه بيقول له مالك انت ثورجي ليه النهارده؟ يعني ايه الحالة اللي انت فيها؟ هدي كده نشوف ايه طلباتك يعني عشان نتفاهم. فاصبحت المعنى اللي عندنا احنا ماشيين فيه ده حالة انفعال مستمرة. طب اسمح لي يا دكتور، لان البعض يرى يعني حتى الثوره العربيه او ثوره 19 او حتى ثوره 23 يوليو قامت ضد معتدي، قامت ضد محتل. يعني احنا كنا بندافع عن ارضنا ضد الاحتلال الفرنسي، ضد الاحتلال البريطاني. احنا النهارده بندافع يعني بنقاوم مين؟ ما هي دي الفكره، ان احنا دلوقتي ما بقيناش عارفين هو احنا بنحارب ايه. يعني هل ده صحيح ولا لا؟ لا مش صحيح ولا حد. يعني احنا هناخد القياس في الفكر السياسي في المسألة دي جه من أحداث الثورة الفرنسية. حقيقي. الثورة الفرنسية المشهورة اللي قامت في 1789 هي عبارة عن إيه؟ ما كانش فيه خطر خارجي ولا شيء. تمام. إنما هو اللي حصل ولا احتلال ولا شيء من هذا القبيل. بالظبط. الحكم في فرنسا آنذاك كان الإقطاع. حقيقي. الملك نفسه هو أكبر مالك إقطاعي. وبارونات الأرض اللي هم لوردات الأرض يعني في اللغة الفرنسية، البارونات الفرنسويين
هم اللي بيحكموا. تمام. طيب في نفس الوقت بدأت طبقة جديدة تنشأ في المجتمع من شغل التجارة والصناعة، المصطلح على تسميتها بالبرجوازية. هؤلاء الناس يملكون رأس مال تجاري وصناعي وينتقلون بالتجارة من هنا إلى هناك إلى آخره، لكنهم لا يحكمون. صحيح. ولا يشاركون في الحكم. وعادة القاعدة العامة في السياسة يقولوا إيه؟ من يملك يحكم. ليه من يملك يحكم؟ عشان يحمي ملكيته حقيقي عن طريق التشريع. ما يسيبش غير الملاك يحكموا والا هيدمروه مثلا يعني. فالبرجوازيه ديت راحوا قابلوا لويس ال15 منتصف القرن ال18 وقالوا له كده ايه كلمتين، قالوا له يعني احنا عاوزين نشترك في اداره شؤون الدوله. صحيح. هو رد عليهم قال لهم بقى ايه؟ الدوله بالفرنسيه لوتا، قال لهم لوتا سموا، الدوله انا مع السلامه، وانا وارث الحكم ايه ابا عن جد الاخر. حقيقي. هي 20 30 سنه وقامت الثوره بقياده البرجوازيه دي على اكتاف العامه. حقيقي. عامه المدن بقى واهل الريف والناس اللي حطموا سجن الباستيل وخرجوا المسجونين معاهم واسقطوا النظام الملكي واعلنوا الجمهوريه الفرنسيه. انتهى. هنا اصبحت ايه؟ قالوا عليها في الاول ايه؟ كو ديتا. لما هو قال لهم انا لوتا سموا، فلما قلبوه قالوا كو ديتا. ده ايه؟ قلب راس. وبدات تاخد معنى الثوره لما هم الثوار اللي حكموا بعد حتى ما عدموا الملك. حقيقي. يعني عايز اقول ما فيش خطر خارجي عشان يستدعي مثلا ان انا بقوم ايه ضد احتلال. لا حقيقي. مش شرط. الثوره تقوم ضد نسبه يعني في ضوء التناقض الاجتماعي الموجود. تناقض اجتماعي موجود بين سلطه حاكمه ليها كيان معين وبين قوه اخرى. السلطه الحاكمه عاجزه عن حل التناقض وكل واحد مصر على طلبه. في الحاله ديت مين اللي هيغلب بقى؟ اللي هيجهز نفسه لحل التناقض لصالحه. حقيقي. وهذا ما حدث في الثوره الفرنسيه وما حدث في ثوره 52. حقيقي. يعني ثوره 52 هي بنفس الحكايه. هو ما فيش احتلال، صحيح في وجود انجليزي لا يزال موجود رغم معاهده 36 والملك مستسلم حقيقي لهذا الموضوع، لا يفعل أي شيء. زائد التناقض الاجتماعي الموجود بين طبقة ملاك أراضي زراعية وأصحاب رأس مال تجاري وصناعي يحكمون البلد ولا يسمحون للعمال بالامتلاك أو بالتملك وحتى ولا بتكوين النقابات بينما هم يتحصنون ويحمون أنفسهم في اتحادات، اتحاد الصناعات المصرية، النقابة الزراعية المصرية العامة اللي هي نقابة الملاك مش نقابة عمال زراعة. لا، الغرفة التجارية اللي هم أصحاب المال التجاري. حتى بنك مصر كان يعتبر نوع من تحصين رأس المال داخل البنك ده، تجميع الأموال في بركة واحدة واستثمارها. وعلشان كده احنا عملنا تمصير للمؤسسات كلها بعد ثورة 23 يوليو. بالضبط. هي دي ايه المسألة، في تناقض موجود وانا عاوز احل التناقض ده لصالح الأغلبية. لأن هو ده المجتمع اللي وصف بأنه مجتمع نصف في المئة. حتى جمال عبد الناصر قال هذا الكلام، مجتمع نصف في المئة، وانا كنت فاهم حتى ان ده الكلام بتاعه هو لأول مرة. انا استغربت جدا وانا بقرا في الوثائق الامريكيه لقيت انه البيت الابيض في اجتماع عمله في اكتوبر 51، يعني قبل الثوره. كانوا بيعملوا هنا ايه في الفتره ديت؟ عايزين مصر تدخل في حاجه اسمها ميدل ايست كوماند او قياده الشرق الاوسط، اللي هو النظام اللي هيبقى اسمه حلف بغداد بعد كده. اثناء الحرب البارده بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه، الصراع بين معسكرين، الاتحاد السوفيتي الشرقي والولايات المتحده بالمعسكر الغربي. الولايات المتحده بدات تحاصر المعسكر السوفيتي بقى سلسله احلاف. بدات بحلف الاطلنطي 49، فاصبح السوفيت محاصرين من ناحيه الغرب. عايزين بقى يحاصروا السوفيت من الناحيه الشرقيه، فعملوا حلف جنوب شرقي اسيا اعلن في 54 سبتمبر. عاوزين يجهزوا لحصار السوفيت من الجنوب، يعني من عند تركيا والبلاد العربيه. فكان المشروع المقدم حاجه اسمها ميدل ايست كوماند. عاوزين بقى ايه؟ هيبقى من تركيا ومن ايران وباكستان، وعاوزين مصر. ليه مصر فيها؟ عشان القاعده البريطانيه العسكريه اللي في اسماعيليه، لان ده حلف عسكري يستفيدوا من القاعده العسكريه. فتعرض الموضوع على النحاس وقتها ان احنا مستعدين نساعدك في الغاء معاهده 36 بس بشرط تدخل معانا في الحلف. فهو
تشجع واعلن الغاء المعاهده. لكن بعدها لما تقدموا له رسمي بطلب الانضمام قال لهم لا. فالخارجيه الامريكيه راحت اصدرت بيان قالت يؤسفنا ان مصر رفضت هذا العرض الكريم وقالوا عليه جنرس اوفر. وللعلم بقى الغاء المعاهده الليجل غير قانوني. غير قانوني. ليه بقى؟ لانه المعاهده في الاخر الماده بتقول ايه؟ ان اي تعديل فيها لازم يبقى من الطرفين. كده. وانت اعلنتها من طرف واحد. يعني كان ممكن تبقى المعاهده ليجل لو انت وافقت على الانضمام للحلف. تمام. الموجود هنا بقى كان البيت الابيض بيدرس الوضع في مصر. هل مصر مؤهله تبقى عضو في حلف من هذا النوع؟ فالمجلس الامن القومي الامريكي مع خبراء عسكريين واقتصاد وسياسه وتاريخ وكل حاجه كتبوا التقرير الاتي. قالوا مصر غير مستقره اجتماعيا وعلى وشك تقوم فيها ثوره بسبب التناقضات الاجتماعيه الموجوده، وان الحزب الحاكم في مصر كان وقتها حزب الوفد. حزب الوفد قالوا كده هو اكثر الاحزاب المصريه فسادا التي حكمت في الاونه الاخيره عشان المحسوبيات والرشاوى والمسائل دي كلها 51. تمام. وان مصر في الحقيقه مجتمع يحكمه نصف في المئة اللي هم الناس العاديين، الطبقه العاديه. نصف في المئة اللي هم مجتمع طبقه الاصحاب كبار 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 ولكن الاراضي الزراعيه المهيمنين بقى على لكن ال 99.5 دول الشعب اللي هو بقى العادي. فانا قريت ده بينما انا كنت فاهم ان مصطلح النص في المية هو صاحب هذا المصطلح. فما اعرفش يعني ازاي توافق هذا. ولقيتها مكتوبه في هذا المجتمع نصف في المئة. طب اسمح لي يا دكتور علشان بس انا هخرج لفاصل، بس انا عايزه بعد الفاصل لان احنا واضح كده ان فكره دراسه المجتمعات من الجانب الامريكي ده قديمه، يعني فكره طبعا. دراسه الاوضاع والاستنتاجات والتنبؤ باللي ممكن يحصل طبعا. دي ناس شغاله 24 يعني ساعه على المجتمعات. خلونا بس فاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى. بجدد التحية مرة تانية لحضراتكم وبرحب بضيفي الأستاذ الدكتور عاصم الدسوقي. وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن فكرة إن المجتمعات أو يعني الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية هي بتشتغل على المجتمعات الموجودة وبيهمها جدا منطقة الشرق الأوسط. يمكن حضرتك في الفاصل قلت لي إنها عملت مؤسسة من سنة 50. يعني هم بعد ما انتهت الحرب الرئيس الأمريكي ترومان وقتها بدأ واضح ايه كان التحالف اللي حصل مع السوفييت عشان التخلص من هتلر وموسوليني خلاص تخلصوا منهم. رجع التناقض لطبيعته. تمام. السوفييت ده مجتمع اشتراكي ودولة مجتمع رأس مالي. كل الاثنين متربصين ببعض. كل واحد يريد ان يسحب مساحة اكتر من الاخر. ساعتها الرئيس الامريكي ترومان قال كده آن لأمريكا أن تقود العالم. وأعلن في خطاب في مارس سنة 47 في الكونجرس الأمريكي 47 اجتماع المجلس النواب مع مجلس الشيوخ طلب منهم تدبير إعانة 500 مليون دولار لدفعها لكل من تركيا واليونان. مقابل إيه؟ لأن في اليونان وتركيا بعد الحرب في أزمات اقتصادية. فخايفين من انهيار الدولتين دولت لحساب الشيوعية. حزب الشيوعي في الاثنين متربص وعاوز ايه يصل الى الحكم. فقال لك لو احنا لو سبناهم الحكم الشيوعي هيكتر في تركيا واليونان وهيزداد حجم المعسكر الشرقي مساحه. فاحنا عاوزين نقيم اليونان وتركيا حتى لا يقع تحت حزب ايه شيوعي. وطلب من الكونجرس لان الامريكا ما عندهاش ميزانيه، ده بيجيبوا الحاجات دي من رجال المال. لان هم بيعملوا سياستهم في الخارج لحمايه راس المال اللي في الداخل. دبروا ال 500 مليون وادوا جزء لليونان وجزء لتركيا. وبدات الفكره الثانيه بقى اعادوا تاسيس السي اي اي في نفس السنه بتاعت 47. والمؤسسه دي بقى المخابرات الامريكيه دي عملت ايه؟ عملت مؤسسه خطيره جدا اسمها كونجرس اوف انترناشونال كلتشر. كونجرس او مؤتمر الثقافه العالميه او الدوليه. مهمتها ايه بقى؟ ازاي تنشر الثقافة الأمريكية؟ أيوة، في المجتمعات المؤهلة تبقى اشتراكية أو المجتمعات الاشتراكية أو المجتمعات التي يخشى أن تتحول إلى الاشتراكية. فكانت الأرض بتاعتهم طبيعتها هي العالم الثالث حقيقي، ومصر من ضمن. يعملوا بقى إيه؟ يعملوا نادي كتاب اللي هو كان اسمه نادي القلم. اللي هو اتحادات الكتاب
يعني اللي اتعمل في مصر اتحاد الكتاب المصريين، هم يعرف في المصطلح بكلمة بن، بس هو جت كده الصدفة، بن يعني قلم. فالناس ترجموه إلى نادي القلم، اللي هو بن 3 حروف ل3 كلمات، بن بويت، اي اسي المقال، ان نوفل. اتحاد الكتاب والشعراء كده، مش اكتر ايه من كده. وعمموه في 76 دولة في العالم الثالث واوروبا الشرقية، علشان يشيعوا الثقافة الرأسمالية تحت عنوان الليبرالية، الحرية بقى، الاختيار والى اخر هذا ايه الموضوع. ينشئوا مجلات زي مجلة حوار في بيروت، ومجلة العالم في مصر هنا. ومهمة المجلات دي ايه؟ ان هم يشيعوا النموذج الامريكي في الحياة. عشان تبقى مواطن عالمي عظيم، البس جينز، اشرب كوكاكولا، وساعتها اتقال ايه؟ كوكالايزيشن، يعني كوكلة العالم. كوكلة العالم. فليشرب الجميع الكوكاكولا، ودي رمز التقدم والحضارة. وتعمل سوبر ماركت وتمسك الشوبنج كارت وتمشي كده، يبقى انك كأنك زي الامريكي، ما تبقاش إيليان، ما تبقاش مغترب، وبلاش تبقى متروبوليتان اللي هو المواطن المحلي او كوزمو، خليك كوزمو ومواطن ايه؟ عالمي. ده كله اشاعات موجودة في هذا العالم. وكتب طلعت وافلام في السينما اتعملت لتبشيع المجتمعات الشرقية. حتى سلسلة افلام ومسلسلات طالعة هدفها بيان ذكاء الرجل الغربي وغباء الرجل الشرقي حقيقي. بهذا ايه المعنى. وعلى المدى يقول لك هنكسب ايه؟ الارضيه. وعشان كده عملت التناقض عندنا. التناقض الفكري ده بقى موجود. ما هو طبعا. خلاص احنا ما بقيناش عارفين احنا شرقيين ولا غربيين. بالضبط. احنا ممكن يعني ايه الهويه بتاعتنا اللي احنا ماشيين عليها؟ هل احنا عارفينها دلوقتي او على مدار التاريخ كنا عارفينها؟ هي طبعا يقدم لك بقى هو الحاجه اللي هي هو قال لك ايه؟ احنا نلجأ لتغيير السلوك الثقافي، وده اسرع. الاتحاد السوفيتي كانت فكرته بقى المعاكسه ايه؟ عشان ينافس، قال لما نغير طبيعه الوضع الاقتصادي اللي هو الاشتراكي، الملكيه العامه، يبقى هنا في الناس هتبقى الكل في واحد، والناس تشترك وناس تعمل وناس تستفيد، ما يبقاش ايه في فروق. بس ده طريق طويل. التاني الطريق من خلال اللقمه والاكله والفيلم والحاجات دي كلها سريع، يغير ايه؟ السرعه. تمام. حتى لما قامت الثوره في الصين، لما مات ماو تسي تونج سنه 76 وراح هيسيا ودينج بينج دوت يزور امريكا، صوروه بقى هناك، وجت الصوره عندنا حتى في الصحافه عندنا، وهو واقف يشرب ازازه كوكاكولا وهو بيبتسم. يعني هو كده بقى خلاص رأسمالي، الشيوعيه انتهت والاشتراكيه انتهت. ايوه يعني الى هذا الحد يتعمدوا يخلوه ويصوروه وتتنشر في التلفزيونات والصحافه الموجوده، ومعناها هذا هو الطريق حقيقي اللي انت المفروض ايه؟ تمشي فيه وهكذا. فاصبحنا في مفرق طرق وتناقضات ما بين قيم نشأة في مجتمع، وتحاول انت تحاكيها وتستزرعها، يعني تعمل لها ترانسبلانتيشن، مش بتزرعها، تستزرعها، يعني في ارض غير مواتيه حقيقي. فاصبحنا زي ما بتقول كده الروايات المتوارثه الثقافيه زي الغراب اللي دهن نفسه ابيض عشان يدخل عيشه الحمام، فلفظته عيله الغراب والحمام اكتشفوه فلا طل ده ولا ده ولا ده ولا ده. طيب اسمح لي بقى حضرتك، انا عايزه اتكلم في يعني نقاط هامه، لان انا مهم ان احنا نوضحها. فكره يمكن احنا اشرنا مجتمع النص في المية، هل احنا يعني مدى التشابه ما بين كبار الملاك في الفترات التاريخيه السابقه وما بين رجال الاعمال اللي موجودين دلوقتي، هل هناك تشابه او ترابط في المصالح الاقتصاديه مثلا او التاثير على الحاله الاقتصاديه وطبعا تباعا الحاله السياسيه؟ ايه الاوجه اللي شبه والاختلاف؟ تشابه كامل، لان راس المال لا يعرف المله او الدين او الوطن، يعرف الربح. فين الربح؟ رهوان، يدوس على ناس ويوصل للربح. تمام. دي فكره راس المال، اللي هي مصلحته ولا ضابط، لانه احنا ما عندناش نظام راسمالي، احنا عندنا راس ماليين بيحكموا تحت اسم رجال الاعمال.
النظام الرأسمالي اللي في الغرب الأوروبي الرأسمالي ما هو نظام رأسمالي تمام، بس في استقرار اجتماعي. سببه إيه؟ سببه ما اسمه الصيغة المتحضرة اللي وصلوا إليها في التعايش السلمي، اللي هو إيه؟ رأس المال بيحكم. طب ما وضع الذين لا يملكون ولا يحكمون وإنما يحكمون ويعملون لدى هؤلاء. هنا بقى المجتمع والقانون والتقاليد نظم العملية دي. النقابات، حق النقابات. كل فئة مهنة حرفة خدمة تعمل نقابة وتدافع عن مصالحها تجاه العمل. تمام. والاتفاق متفق عليه ايه؟ انه ممنوع الغدر، يعني ما ينفعش صاحب عمل يروح المصنع يلاقي العمال ما بيشتغلوش، فلما يسأل يقول احنا في اضراب، ليه؟ عشان كذا. يقول لك لا، الاول قدم الطلب. نقيب بتاعك يقدم الطلب، عاوزين مثلا وجبه غذائيه مثلا، وافق رأي صاحب، خلاص انتهت المشكله. يعني في ضوابط لفكره الاعتراض. طبعا، وعشان كده لا الدوله بتتدخل ولا حاجه، سيبني عليه بس. سيب العامل ده بنقابته على راس المال. تمام. اذا لم يستجب تبقى تحصل مفاوضات، محامي النقابه مع محامي الشركه. في محامين في امريكا مثلا للنقابات شغلتهم كده، تخصصهم. المفاوضات فشلت لان كل فريق مصر. تمام. النقابه تعلن ان المفاوضات فشلت، وانه اذا لم يتم الاستجابه لطلباتنا بنهايه يوم كذا، يدي اسبوعين مثلا، هيحصل اضراب. في الاسبوعين دول صاحب العمل هو اللي بيخاف. اضراب ساعه ساعتين هو الخسران، بيستجيب لطلب، انتهت. لا الحكومه اتدخلت ولا شرطه مسكت ناس ولا اي حاجه. ليه؟ خلاص، مش انت بتملك وتحكم، انا كمان عايز اعيش. صحيح. خلاص، وانا اللي بجيب لك الربح، لان المال في حد ذاته ما بيولدش اموال. مين اللي بيجيب المال؟ العمل. بالمناسبه هو احنا في مصر هنا بنتبع اي نظام؟ ما فيش بقى، ما هي دي المحنه. يعني احنا الصين مثلا نقول لا بيحكمها النظام الاشتراكي الى الان مثلا، والدوله او القطاع العام له سيطره. احنا هنا في مصر يعني لو صنفناها ما فيش. ما هي دي المشكله. شوف يعني عشان اقول لك ليه ممتد النظام. قبل 52 اللي كان بيحكم راس المال. راس المال. جميل. تمام. هقول لك على حاجات بسيطه للغايه ازاي راس المال يمنع الخير او حقوق العمال. سنه 44 على سبيل المثال، في عهد حكومه الوفد 44 طلع قانون قالوا من حق العامل اللي بيشتغل في شركه او كذا يبقى فيه عقد عمل، لانه كان زمان الناس بتشتغل من غير عقد. يجي صاحب الشركه اخر النهار يقول ما تجيش بكره كده، يلاقي نفسه في الشارع، لا في تامين ولا معاش ولا اي شيء، مش حاجه تحميه خالص. يعني لما احنا نقول لحد سنه 44 ما فيش قانون لعقد العمل الفردي، يبقى الحل كان ايه؟ طيب صدر ايه؟ قانون عقد العمل الفردي. لازم كل شركه تعمل عقود عمل للناس اللي عندها. اخر ماده في القانون بتقول ايه بقى؟ يستثنى من هذا القانون عمال الخدمات وعمال المحلات العامه وعمال المراكب وعمال الزراعه. طب امال مين؟ فضل بقى مين؟ عمال اللي بيشتغلوا في شركات اجنبيه. شركات اجنبيه. ايه دي القصه؟ فطب فين الضمانات؟ ده سنه 44. بلاش سنه 51 وفي عهد حكومه الوفد. جابوا وزير شؤون اجتماعيه مش عضو في حزب الوفد، اسمه الدكتور احمد حسين. هو راجل من اسره من الملاك، بس درس التعاونيات في المانيا زمان. وكان وكيل مصلحه العمال وفي مصلحه الفلاح في وزاره الشؤون الاجتماعيه. حبوا يستفيدوا من خبراته لحل اللي كان فيه المشاكل الاجتماعيه بدات تكتر في الاخر سنتين دولت، 50 51 كده. تمام. و49. فجابوه وزير شؤون اجتماعيه. الراجل وهو من الملاك الكبار قال ان اذا استمر الريف المصري بالحاله دي هتقوم ثوره في البلد، فلا بد من اصلاح شأن الريف لمنع الثوره. قدم مشروع للحكومه بيقول فيه ايه؟ لابد مد الريف بشبكه كهرباء وشبكه مياه نقيه ووحده صحيه ونادي ريفي للشباب. مين اللي يقوم بالحاجات دي؟ الملاك. طبعا رفض. هم بيشتغلوا عندهم. طبعا رفض. طب وقال واذا رفض الملاك الحكومه تتولى الانفاق وتحصل التكاليف ضرائب تصاعديه على الملاك. قدم المشروع للحكومه في مجلس وزراء في شهر يوليو 51. فوزير الزراعه عمال يقول له، قال له ايه؟ قال له يا باشا انت بهذا المشروع تبقى وزير احمر، يعني شيوعي. فالتاني قال له ما فيش احمر منك.
وراح طبق وقدم استقالته ومشي سنة 51. يعني لو تم كان عمل ده كان ربما ثورة 23 يوليو ما قامتش. وعشان كده في وقتها بقى كانوا الضباط بيجهزوا للثورة، فوضعوه في ذهنهم. لما قامت الثورة ندهوله طبقوه علشان قال لك ما هو ده بيتكلم الكلام بتاعنا. طلبوا منه يعينوه وزير، هو اللي مرضيش. يعني قال لا، قالوا طب انت ليك خبرات وعلاقات خارجية، شغلوه عينوه سفير في امريكا، فضل لحد سنة 58. فاذا ادي رأس المال اللي بيحكم. عمل حاجة للفلاحين والعمال؟ لا. وهم وفي ايديهم القرار. تقوم 52 عبد الناصر يرجع دور الدولة الكفيلة بتاعت محمد علي، اللي فيها التعليم بالمجان وفيها الوظيفة مستنياك والأسعار مضبوطة والمسائل دي كلها، وفي رأسمالية بس اسمها رأسمالية وطنية. يعني ايه رأسمالية وطنية؟ يعني انت عندك دكان، شركة، مصنع، الآخر، بتشغل الناس. انا عندي الحد الأدنى للأجور 10 جنيه. عاوز تدي 20 ادي، بس ما تديش 9. طيب. ببيع السلعة دي ب10، عاوز تبيعها ب9 بيعها، لكن ما تبيعهاش ب12. عشان كده قال لك رأسمالية وطنية. ادي يعني في تحت سيطرة الدولة في الإجراءات القانونية والمعاشات والمرتبات والأجور والمسائل دي كلها. طب اختلاف مش عبد الناصر بصينا لقينا رجع تاني. ايوه كنت لسه هسأل حضرتك اللي هي فكرة اختلاف المراحل، يعني بانتهاء عهد زعيم عبد الناصر وتولي زعيم أنور السادات للحكم، بدأ ان هو يتجه نحو نظام الرأسمالية. هي على طول هنا بقى المسألة ملتبسة في حاجات كتيرة بقى. ليه؟ لأن هو بدأ الأمريكان يضغطوا. لما بدأ يتكلم يقول 99% من حل الصراع مع إسرائيل، لأن كانت مصر بقى محتلة من 67، ده في إيد أمريكا. الأمريكان بعتوا له رسالة، رسالة مخابرات عن طريق شاوشيسكو زعيم رومانيا. وده راجل أساسا يهودي وله أخ بيشتغل ترزي في إسرائيل وقتها. وعن طريق شاه إيران. كويس؟ قالوا له ايه؟ عاوز دور لامريكا في الصراع، لينا طلبين: طرد السوفييت من الجيش المصري. الحاجه الثانيه الافراج عن الاخوان المسلمين. ليه طب الافراج عن الاخوان المسلمين؟ دي التركيبه الثانيه. علشان يبقى فيه الحكم الاسلامي ونبدا ايوه، والفتنه بقى ونبدا بقى ايه المخطط التفتيت بقى اللي هو شغال دلوقتي. تمام. الموجود، ويبقى ده موجود كده. اذا خرج السادات عن الطوع بتاعهم يشغلوا الاخوان. ادي المساله موجوده. جه بقى الرئيس نيكسون مصر في شهر يونيو سنه 74، 19 يونيو، ومعاه وزير الماليه ويليام سايمونز. جه مصر، قابله مين؟ وزير الماليه بتاعنا وقتها الدكتور عبد العزيز حجازي. وحجازي بيقول له احنا بنتطلع بقى لامريكا تساعد الاقتصاد المصري خصوصا بعد الحرب و73 الى اخره. رد عليه سايمونز ده جمله واحده، قال له ما نقدرش نساعد الاقتصاد المصري وهو تحت القطاع العام. قال له يعني مطلوب ايه؟ قال له ليبراليزيشن، تحرير الاقتصاد. هنا بدا كلام بقى بتاع الاقتصاد الحر، سياسه الانفتاح وتصفيه القطاع العام وبيع الشركات بدعوى انها خاسره. وهي مش خاسره، لان الفكره كلها ايه؟ ان القطاع العام كان بيسعر في ضوء المرتبات. يعني لما تبقى علبه الصلصه ب9 قروش، ما كان ممكن يعملها 25 قرش، هي مشكله. انما هو بيعمل حسابه على الاجور. فمش حكايه خضار، ان القطاع العام مش هدفه الربح. ده هدفه تقديم خدمه للمواطنين. فهم عشان يفكوه قال لك ده القطاع العام بيخسر. وبدات بقى العلاقات ايه؟ تتغير، ورجع راس المال يحكم تاني تحت عنوان رجال الاعمال. واللي احنا بنعاني منه حتى الان. ان ما فيش ابدا اي رعايه على الاطلاق. يد الدوله لسه ما. طيب هتكلم في نقطه اخيره، فكره القوى العربيه المشتركه. احنا على مدار التاريخ ومن بدايه الزعيم جمال عبد الناصر واحنا بنتكلم ان لازم يبقى فيه الوطن العربي الاكبر ولازم يبقى فيه القوه العربيه المشتركه. النهارده احنا بنطالب بيها. هل من وجهه نظر حضرتك ممكن، ولا احنا ما زلنا متعثرين وهنفضل في هذا التعثر؟ هنا نرجع للدور الامريكي. تمام. الدور الامريكي اللي بدا من ساعه السادات وعقد معاهده 79 مع اسرائيل، اللي هي بتعزل مصر عن الاطار العربي بنصوص المعاهده. اصل في ناس مش متخيله هذا، هي ما بتقراش النصوص. ده الماده الثالثه في المعاهده دي بتقول ايه؟ لا يجوز لاحد الطرفين ان يشجع نشاط يعادي الطرف الاخر. يعني لو انت مثلا هتشجع حماس، يبقى انت هنا خرجت بره المعاهده.
لان حماس ضد اسرائيل. وعلى طول يتهمك بايه؟ بالخروج عن المعاهده. الماده السادسه في المعاهده واضحه جدا، بيقول لك هذه المعاهده لها اولويه على التزامات احد الطرفين تجاه اطراف اخرى. يعني لو تعارضت التزاماتك او مصلحتك مع مصلحه الطرف الاخر فانت ما ينفعش ان انت تعمل ده. طب هم بيعملوا كده ليه في المعاهده لما صاغوها بالشكل دوت؟ ما هماش عبط، هم عارفين مصر زي ما قال ايزنهاور عنها زمان سنه 57، قال الشرق الاوسط زي الزرافه، ومصر رقبه الزرافه. اللي يريد ان يمسك بالزرافه يمسكها من رقبتها. فدي مصر بالنسبه للعالم هي قياده المنطقه العربيه، يمين يبقى يمين، شمال يبقى شمال. تمام. عشان كده السيطره والضغط ايه عليها. فهنلاقي هنا بقى الفكره ايه؟ بالمعاهده بتاع 79 ابعدك وانت ماضي ان انت تؤيد اي حركه فيها توحد عربي. مش عاوزين تاني حكايه الوحده المصريه السوريه والدفاع العربي المشترك والحاجات دي كلها. خليك في حالك. وقربوا يقولوا ما تقولش انك عربي. قول انا سوري مثلا، انا مصري. وفي المرحله الثانيه ما تقولش انا مصري ولا انا سوري، تقول انا مسلم ولا شيعي ولا كردي ولا درزي صراع الدين. بالظبط، عشان المنطقه تتفتت ويصبح الكبير كبير على طب ليه وافقوا على التحالف العربي المشترك؟ لا ما ابدا، ده مش التحالف العربي. امال؟ لا، هو اللي حصل الرئيس السيسي قال ايه في وقت الدفاع والارهاب والحاجات دي كلها؟ قال احنا دعا لاقامه قوه عربيه مشتركه. جميل قوي. حصل بقى ايه؟ اوباما ولا رد عليه ولا كان تعليق. انما عمل ايه بقى اوباما؟ دعا الاطراف الاخرى بس نادى حكام الخليج ولا وفين؟ في كامب ديفيد. في كامب ديفيد. وبعدين قال لهم ايه؟ ان امريكا مستعده للدفاع عنكم ضد اي عدوان محتمل او خطر من ايران. معناها ايه الكلام بتاع يعني القوى العربيه المشتركه ملهاش لازمه. انتوا مش محتاجينها. انما بقى اللي حصل بقى السعوديه قالت ايه؟ عملت التحالف الاسلامي. الله، قال ضد الارهاب. مش تركيا دي دوله اسلاميه؟ طب ما هي طالع منها الارهاب. وقطر انت هتحاربهم ولا هم معاك؟ حقيقي. يعني وطبعا هم ليه موافقين على التحالف الاسلامي؟ عشان عارفين انه غير فاعل. مش هيعمل حاجه. اذا كان في دول اسلاميه بترعى الارهاب يبقى ازاي تحالف اسلامي؟ فهم عارفين الخطوه ودارسين المنطقه تماما، اللي هو علم الاستشراق. دارسين المنطقه وعارف مقدما الحركه بتاعتك ويحاصرك عشان يمنعك، ويستخدم كلمات مطاطه بحيث ايه؟ ما تعرفش مغزاها الا لما تقعد على الترابيزه. زي كده حكايه الانسحاب من اراضٍ محتله بتاع القناه بتاع سنه 67. يقول لك الانسحاب من اراضٍ. احنا قاعدين نقول الاراضي المحتله لحد ما جه بطرس غالي بقى الله يرحمه، وكان امين عام الامم المتحده، هو اللي نبه للالف واللام. قال يا جماعه ده مش الانسحاب من الاراضي، ده withdrawal from occupied territories. ما قالش ذا. اللغه الانجليزيه فيها ذا. ما قال اوكيبايد تريتوري. يعني طب يعني ممكن ينسحب من اراضي ولا اراضي او اراضي على الترابيزه عشان نفهمك بقى. الرئيس عبد الفتاح السيسي هل هو بالوضع اللي بيقوم بيه ومحاولته الاصلاح في مصر الان، وربما تشبيهه من الاول بالزعيم جمال عبد الناصر، هل ده بيدي اشارات ان هو غير، يعني مش عايزه اقول مكروه، بس غير مش محبوب مثلا في فكره وجوده في مصر، اللي بيقوم بيه ضد الخطه اللي هم اساسا او الدراسات اللي هم عاملينها؟ يعني حضرتك شايف الوضع ازاي؟ طبعا هو في مأزق بصراحه، يعني من ناحيه ايه؟ حكايه تشبيهه بعبد الناصر لفتت نظر الغرب له. تمام. وهو الفكره جايه من عنده. اصل الايه؟ السياسه لما تبقى صادره من عندك حقيقي. غير ما تبقى مملاه عليك. بالظبط. هو من قبل ما يبقى رئيس وكان وزير دفاع، مش هو اللي تصدى لمشكله السيدات الغارمات؟ حقيقي. ودافع عنهم من ميزانيه الجيش. صحيح. ودي مفروض مثلا شغله وزاره الشؤون الاجتماعيه بالظبط. ولا وزاره الماليه، انما ده احساسه من جوه. حقيقي. وحكايه اسقاط ديون الفلاحين ومشكله التاكس الابيض بالظبط، ده وهو وزير دفاع. عشان كده قالت الله طب ما ده عبد الناصر. حقيقي. ولما قامت يناير، ده من يناير بيحطوا صورته معاه. وفي 30 يونيو طبعا المساله 30 يونيو كانت 30 وكانت المساله ايه واضحه. هنا بقى الغرب ايه؟ ارتد. الله، عبد الناصر تاني؟ لا، هم
واخدين على الرغم ان هو نبه اكتر من مره ان هو يعني هو نبه ليه عشان كده هو بيحاول يبين انه ما هواش في السكه دي، لكن سياساته وارادته وزعامته هي اللي فرض عليه هذا الموقف. لان هو اصلا بتجيله ايه؟ بتجيله قطعا اشارات ورسائل. اصل الامريكان دولت لما تقرا وثائقهم تكتشف حاجات كتيره جدا. يعني في ايام مبارك تبص تلاقي ايه؟ مدير شركه البيبسي كولا العالميه جاي يزور مصر. طيب ماله؟ يعني هل بيزور مصانع البيبسي كولا؟ يزور. تبص تلاقي خبر ايه؟ انه زار الرئيس مبارك. ايه علاقه مدير شركه البيبسي كولا بزيارته لرئيس الجمهوريه؟ يبقى هو جايب رساله من الرئيس الامريكي. طب ليه ما يبلغهاش السفير الامريكي رسمي؟ لا، لو دخل السفير الامريكي على مبارك المراقبين الصحفيين قاعدين وهيبداوا بقى يتكلموا. صحيح. لا، فتجي لك الحكايه من بعيد. او خبر تاني، رئيس جمهوريه كوستاريكا مش عارف في امريكا الجنوبيه ما حدش يسمع عنه حاجه. يبقى الخبر كالاتي في الصحافه: في طريقه الى الهند توقف في مطار القاهره ليقابل صديقه مبارك. في المطار. ده معناه جاي ايه؟ برساله. فهو السيسي محاصر بكده. عشان كده لا، انا شخصيا بعرف من ناحيه ايه؟ من التصريحات بقى. لما يقول لك لا الستينات شيء واحنا النهارده شيء تاني. يعني بيرد على اللي بيقولوا ايه؟ انت هترجع لنا الستينات مثلا كده. في المأزق ده. والقوى العربيه المشتركه لما قال اهو دلوقتي ادرك ايه الحديث فيها غير مطلوب. لما حصل قضيه صلاح دياب رجل الاعمال رجل الاعمال، قال ايه؟ قال لا مش عاوزين اهانه لراس المال عشان نشجع المستثمرين. كل ديت اشارات بتبين من ناحيته اذا كان هو بيقولها تلقائيا عاوز يقول للغرب انا مش عبد الناصر، وفي نفس الوقت هو من جواه فكره العداله الاجتماعيه اللي الثوره قايمه علشانها. هو عايز الفرصه تتاح له باي شكل من الاشكال علشان يقدر ان هو يعمل، علشان يبدا ان هو يعني يعمل حتى ولو نمو اللي احنا عايزينه في مصر. فهو ده المأزق الحقيقي. ان هو هم من ساعه ايزنهاور سنه 57 لما عبد الناصر جه في اول يناير لغى اتفاقيه الجلاء اللي كانت مع بريطانيا وقدم هو بقى المشروع الجديد بتاع الفراغ في الشرق الاوسط. قال الجمله دي بتاعه الزرافه، لكن قال حاجه ثانيه. ناصر ماست جو، لازم يرحل، لازم. ده في 57. فهم مش عاوزين ناصر اجين. وعبد الناصر ده بالنسبه للغرب زي شخصيه محمد علي. ما هو مصير محمد علي نفس المصير حقيقي، لان هو كان عمل القوه الذاتيه والاستغناء عن الاستيراد ويصدر كمان. صحيح. ده نموذج مخيف، مش مطلوب. ده مطلوب تبقى سوق، يبقى ضد المصالح. يعني أنا حضرتك نورتني النهارده. بشكر الأستاذ الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان. شكرا لحضرتك يا فندم. ومشاهدينا الكرام، لو عايزين نفهم إحنا فين لازم نرجع لتاريخنا. النهارده يعني دكتور عاصم قدر إن هو يعمل لنا ربط ما بين الأحداث اللي فاتت ودراستنا للتاريخ وإسقاطها على ما يحدث في مصر، لأن الحقيقة احنا مش بمعزل عن تاريخنا، ودايما عم بنقول إن التاريخ بيعيد نفسه، وإن اللي ممكن يبقى كان موجود من 100 سنة ممكن يظهر النهارده. فكره ان احنا نفهم تاريخ بلدنا بجد بدون ان احنا نحاول ان احنا نشوه، لان في النهايه ده تاريخ احداث وحصلت بالفعل، بس خلينا نفهم المغزى من وراء الاحداث ونفهم ايه اللي بيحصل علشان نقدر نتصرف النهارده لو عايزين نبني مستقبل ونتلافى اخطاء الماضي او اخطاء التاريخ اللي احنا بنتكلم عنها. مشاهدينا الكرام، بشكركم، وفي النهايه اللهم احفظ مصر.